ابني شاف حاجه ما كانش ينفع يشوفها في علاقتك انت وبابا، تعملي ايه؟ انا ندى اخصائيه تربيه خاصه وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. يبقى احنا قلنا اول حاجه الاثار النفسيه لو ابنك شاف او سمع العلاقه ما بينك وما بين بابا. تاني حاجه طريقه الحل، في قواعد عامه وفي قواعد خاصه لكل سن، تعالوا نشوفها مع بعض. اول قاعده ودي قاعده عامه، اوعي 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 لو ابنك شافك او شافك ما تصرخوش في الاول. انت بتعمل ايه؟ عيب، امشي، انت ازاي تدخل كده؟ ما تعملوش رد الفعل ده خالص. حاولوا على قد ما تقدروا تمسكوا نفسكم ويكون عندكم ثبات انفعالي. ليه؟ عشان اي رد فعل في الوقت ده هياخد ان الموضوع اللي بيحصل اللي هو مش فاهمه سلبي عليه وهيبدا يكرهه. العلاقه الحلوه اللي ربنا شرحها في حاجات معينه ونعرف ازاي تجاوبي عليها، ان انت كده قفلتيها بالنسبه له من الف للياء، هو كرهها. فرد فعلك في الاول حاولوا تكون عندكم ثبات انفعالي. عارفه ان الموضوع في الاول مش هيكون سهل، بس تدربوا على الثبات الانفعالي. احنا قلنا في فيديو نفسيه ماما الجميله ان لازم تكون انفعالاتها تكون هاديه عشان تقدر تحل المشكله بشكل صحيح. فياريت تكون عندكم ثبات انفعالي يا ماما ويا بابا. تاني حاجه في القاعده العامه، اوعوا انكم تلوموه. اللوم هنا عليكم مش عليه، اللوم عليكم انتوا ان انتوا ما خدتوش احتياطاتكم. هي العلاقه بتحصل امتى؟ بالليل، غالبا بتبقى بالليل. فهو داخل يا حبيبي يا اما جعان يا اما عايز يدخل حمام يا اما خايف من حاجه. اللوم والصريخ في الاول هيبدا يقول يحس بالذنب وتحمل المسؤوليه زياده وانت عملت غلط، فبلاش اللوم. تالت قاعده من القواعد العامه، التشتت. لما تلاقي ابنك دخل ابداي شتتيه. ده بقى في العمر الصغير من تحت ال3 سنين، تبداي تشتتيه باي حاجه. ايه ده؟ بص في ايه فوق؟ ايه ده في فار، تعالوا انا بلعب انا وبابا. تبداي تشتتيه لان هو احنا لسه قلنا اللي هو جاي من النوم لسه مش واعي، هو عايز حاجه معينه لسه مش مدرك بشكل كافي. فانت لما تعملي تشتت هتدوا فرصه لنفسكم ان انتوا تغيروا وضعيكم وتلبسوا وتتفاعلوا معاه بشكل تشتت. فانتوا لحقتوا الموقف هو ملح يعني طار، يعني خدتوا الموضوع بالتشتت. فين برضو لما قلت لكم في قواعد الكشكول الاخضر لو هو ماسك حاجه بتعملي عمليه تشتت عشان يسيبها، فنفس القاعده دي هنعملها هنا. هنعمل عمليه تشتت عشان ما يفتكرش حاجه، بنضيع الموضوع. تعالى العب معانا، شوف بقى الفار اللي بندور عليه، شوف مش عارفه ايه، فنضيع الموضوع فينساه. دي تالت قاعده عامه، بس دي بخصوص للاطفال اللي تحت سن 3 ل 4 سنين. القاعده الرابعه او الحل الرابع دولت للاطفال الكبار شويه، ده تناسب من سن 6 ل 10 سنين. اللي المشكله بتاعتنا جايه فيها لما ابنك يشوف حاجه زي كده او يسمع اصوات، يبقى هنا بالذات لما يشوف، وخاصه مع الطفل الحساس، الموضوع زي ما قلت لكم في الاول ما تصرخوش ما تلوموهوش، خلاص لازم تروحي تنامي جنبه. في الوقت ده بيكون خايف، احنا قلنا ده مع الطفل الحساس، الاطفال اللي بتخاف، فانت لازم تحسسيه بالامان وتروحي تنامي جنبه في اليوم ده. طيب لو الطفل بقى سالك تردي على كل الاسئله بتاعته بتناسب سنه من غير دخول في تفاصيل العلاقه. هتردي عليه تقولي ايه؟ وجه عام، وهنرد بوجه خاص للمشكله اللي جات لنا. دي اجابه هنرد عليها، وكمان صاحبه المشكله تركز فيها. هنرد ونقول ايه؟ دي علاقه بتحصل ما بين بابا وماما. العلاقه دي لازم تكون ما بين 2 متجوزين، عشان كده مفيش اطفال بتتجوز، لازم مع الكبار بس. وتكلمين ان هي حاجه مقدسه، بابا وماما بيحبوا بعض فبيبوسها بيحضنها زي ما انا بحضنك وببوسك. بس هنا في دي حاجه خاصه ما بين بابا وماما، سر ما بين بابا وماما انت شفته، ما كانش ينفع تشوفه بس انت شفته. تعال نكلمك بيه بالراحه. في اسرار ما بين بابا وماما مفيش حد تاني يعرف، واي حد تاني يعملها خارج نطاق الزواج ربنا بيزعل منه وبتبقاش حلوه عشان بتعمل له مشاكل نفسيه وبتتعبه الاول. لازم ناكد تاني ان هي علاقه ما بين المتجوزين بس، وعلاقه ما ينفعش خالص 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 ان الاطفال يجربوها عشان هيتعبوا منها. عشان كده مفيش اطفال متجوزين، والعلاقه الحلوه دي بتكون ناتج ليها بيبي صغنن اللي هو انت كنت في يوم من الايام. دي زرعه حب بابا وماما. عرفنا طريقه التعامل. هنعيد تاني، اهم حاجه ما تلوموش وما تصرخيش في وشه عشان ما يعملش شكل عكسي او يحوش رد الفعل العكسي ده ويبقى عامل مشكله بعد كده لما يكبر. للبنات بالذات ان هي ما تبقاش عارفه تعمل علاقه كويسه مع جوزها في المستقبل. طيب ثالث نقطه، ازاي اتجنب الوقوع في المشكلات؟ لازم تقفلي الباب. لازم نعود ولادنا وانتوا كمان تتعودوا الاول لما تلاقي باب مقفول خبطوا على الباب واستأذنوا، ولو اللي جوه ادالك اذن بالدخول ادخل، غير كده ما ينفعش الدخول خالص. تقفلوا الباب بالمفتاح، دي اول نقطه.
تاني نقطة، لو الأطفال سمعت أصوات يستحسن لما يكون في علاقة ما بين بابا وماما عشان تتجنب إن الأطفال تسمع أصوات يبقى نشغل حاجة بره بصوت تعمل تشويش على اللي هيحصل، وخاصة بالليل الدنيا بتبقى هادية. لو بالنهار فاوريدي الدنيا بتبقى هيصة والأطفال بتكون بتلعب بره، بس برضو نكون عاملين حسابنا إن في أصوات تانية شغالة بره تشوش على العملية كلها. يلا نلم الدنيا. يبقى هو لو شاف حاجة لازم نسمعه الأول عشان نديله المعلومة على قد اللي هو شافه، دي أول نقطة. ونكون حريصين جدا 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 في البداية إن احنا نعود أطفالنا إن هم يناموا في أوضة لوحدهم، وناخد احتياطاتنا عشان ما نقعش في المشكلة دي، عشان الوضع بيكون محرج بصراحة.